متابعونا جميعا حياكم الله. طبعا من خلال متابعة التواصل الاجتماعي والنشر للأخوة اللي نشروا أخبار بخصوص دعوة التطوع على وزارة الدفاع قريبا، أؤكد قريبا. طبعا هاي التصريحات وهاي الإعلانات صار لها سنة انحكى بيها، أو تصريح وزير الدفاع صريح جدا بخصوص حاجة وزارة الدفاع إلى دماء فتية وجنود متطوعين. فذكر الإعلان أنه أكو راح تنفتح دعوة تطوع على وزارة الدفاع 50,000 جندي. الموضوع هو كان سابقا أو العام السنة الفاتت متوقف على حركة التقاعد، يعني الحذف والاستعداد، وأيضا سن التقاعد لفئة من الجنود أو عدد كبير، فعليه حتى يعادلون المتقاعدين راح يعينون متطوعين جدد. لكن شنو هنا مسألة قريبا ايش وقت؟ بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 أشهر؟ هذا الموضوع احنا ما نقدر نسولف بيه، لان انا من اسولف بيه او غيري مع احترامي للاخوة اللي جاي ينشرون لازم انت تلتزم حتى ما تخلي نفسك بمأزق مثل ما سوى احد الاخوة ونزل اعلان بخصوص وكالة الاستخبارات وبعدين رجع اعتذر. هاي مو حلوة حقه وتأثر على المصداقية او الدقة بتحري الخبر. فانت ما عليك، احنا نريد من عندك شغلة واحدة، انه تجهز لك وثيقة او تأييد ومستمسكاتك، وتبقى تتابع الاشخاص الموثوقين او المواقع الرسمية. عندك الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية، عندك الوزير عنده موقع رسمي على الفيسبوك موثق بالعلامة الزرقاء، ايضا على جوجل موجود الموقع مال وزارة الدفاع العراقية الرسمي. واذا تحبون تتابعونا فاحنا موجودين وواضحين، وهذا مركزكم ومكتبكم، مكتب ابواب للتعيينات، وعنواننا بغداد الشعلة الاولى الشارع الغربي مقابل دار امين بغداد سابق وقرب اسواق السجاد. فمسألة الاعلان او دعوة التطوع على وزارة الدفاع بعدها ما محددين لا وقت ولا زمن ولا اي تصريح رسمي من وزارة الدفاع. خلف الكواليس احنا هذا الموضوع يقبل الصحة ويقبل الخطأ، الصواب والخطأ. اتمنى لكم التوفيق، وشكرا لمتابعتكم وشكرا لتفاعلكم، وإن شاء الله أتواصل وياكم ببثوث أخرى، لكنه تعرفون يعني وقت البث يتزامن ويا العمل فيصير مختصر. إن شاء الله باكر ألتقيكم ببث، وإذا شوف الفيديو بفائدة شاركه ودزه لأصدقائك كونه من محتوانا الإيجابي، وتصبحون على خير.